السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن النادي الأهلي، هنتكلم فيه عن نادي الزمالك، هنتكلم فيه عن احتفالية زيزو، وهنتكلم فيه عن البرلمان اللي بدل ما يحل مشاكل الناس عايز يحل مشكلة مرتضى منصور مع الكابتن محمود الخطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. أخيرا الاتحاد الأفريقي بعت لنا ميعاد كاس السوبر الافريقي اللي هيتعمل في السعوديه. الاهلي هيلاعب فيه اتحاد العاصمه الجزائري، ان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي ويرجع لنا ببطوله، وربنا يعين الاهلي على اللي داخل عليه. الاهلي احنا عندنا المنتخب فيه ماتش يوم 8 وماتش يوم 12 والاهلي يوم 15. فاحنا بنتمنى يعني من اتحاد الكره المصري بتاعنا، الماتشين دول اصلا تحصيل حصل وملهمش اي قيمه ولا اي حاجه، فنتمنى من اتحاد الكره بتاعنا يعني كده ما يطحنوش لعيبه الاهلي عشان يقدروا يروحوا يجيبوا البطوله ان شاء الله من السعوديه، عشان احنا اتحاد الكره على طول دايما واقف معانا ما شاء الله، يعني جوابات يخبيها، عقود يخبيها، ما شاء الله واقف مع الاهلي وقفه رجوله يعني. فنتمنى من اتحاد الكره المصري ان ربنا يكرمه ويقف مع الاهلي كده، وربنا يوفق الاهلي ويجيب البطوله. بالنسبه للمهاجم، صفقه سوزا ده فشلت، ما وصلوش لحاجه وما اتفقوش لحاجه. فكده كولر عارضين عليه 4 مهاجمين انه نقي منهم واحد، والكابتن محمود الخطيب قال لهم الموضوع ده ما يستغرقش اكتر من 72 ساعه، عايزين نحل موضوع المهاجم لان الموضوع طول قوي وبوخ قوي. لكن من المهاجم محدش عارف، كلها اجتهادات، اللي يقول لك موليكا واللي يقول لك مش عارف مين، كلها اجتهادات، واحنا بنقولش حاجه، احنا عايزين نقول الحاجه المظبوطه اما تطلع من لسان النادي الاهلي. ده بالنسبه للمهاجم. ان شاء الله النهارده هم يسافروا على النمسا، وباذن الله يرجعوا يوم 6 ويبداوا الموسم الجديد ان شاء الله يوم 15، وبنتمنى التوفيق للنادي الاهلي باذن الله، التوفيق للنادي الاهلي في الموسم الجديد لانه موسم جامد جدا. الاهلي داخل على مفحته، يعني الاهلي هيلعب السوبر الافريقي، وبعدها هيلعب في بطوله افريقيا، وبعدين الدوري الافريقي اللي هم عاملينه السوبر الافريقي ده، ولسه اتحاد الكره اصلا ما قالناش ولا رد على الاهلي السوبر المصري هيتلعب امتى، اللي ان شاء الله الاهلي مش هيلعب فيه ان شاء الله باذن الله. والاهلي كاس العالم للانديه، بص، والدوري الاهلي داخل على مفحته يعني، فربنا يعينه ويقويه. مع ان احنا كان لنا راي قديم قلناه، ولو رجعتوا الفيديوهات بتاعتنا هتسمعوه. الراي ده قاله الكابتن حازم امام امبارح، بس هو ضاف عليه حاجه. يعني احنا في الاول خالص من يجي 2-3 قلنا يا ريت اتحاد الكوره يعمل الدوري السنه دي دوري استثنائي من دور واحد، واللي ياخد الدوري ياخده، مش قصه مين ياخد الدوري. جه الكابتن حازم امام امبارح قال لك ايه؟ قال لك نعمل بطوله الدوري السنه دي دوري من دور واحد، وال8 الاولانيين ينافسوا على الدوري، وال10 اللي تحت ينافسوا على مين يطلع ومين يهبط. فانا رايي ده حل جميل جدا، ده موسم لازم نعدي بيه. كابتن عامر حسين قال لك محدش موافق. طبعا كلمه محدش موافق دي حجج، هم برضو عايزين يطحنوا الاهلي ويضغطوا الاهلي، لان الوحيد اللي بيبقى مضغوط الاهلي هو اللي مشارك في كل البطولات. يعني الزمالك مشارك في ايه؟ في الكونفدراليه، وربنا بس يكرمه ويلعب فيها ويحلوا الدنيا ويظبطوا الدنيا. اما الاهلي بص كام بطوله، 4 بطولات قاريه بس. فالموضوع يعني موضوع ان الموسم ده يبقى استثنائي ودوري من دور واحد، دي حاجه جميله جدا. انت لو لعبت الدوري بطبيعته، الدوري ده انت هيقعد لاخر السنه الجايه، وهترجعوا بقى تقولوا ايه ده الاهلي بيتاجل له، ده الاهلي اصل الاهلي ب7 ارواح هيلعب ماتشين في وقت واحد. ما هو لازم يا جماعه الموضوع يبقى بالعقل ويتحسب بالعقل. يا تجيبوا ناس في لجنه المسابقات تعرف تنظم الموضوع ده، لو محدش عارف ينظمه استعينوا بحد من بره بياخد فلوس يعمل المسابقه،
ما احنا الناس عماله تقول بقى اشمعنى اوروبا، الدوري الانجليزي، الدوري الاسباني. هاتوا لنا ناس من الناس اللي بتنظم البطولات دي واستفيدوا بخبرتهم وينظموا لنا البطوله الجايه ونشوف هيحصل ايه. عشان كده حرام وكده ما ينفعش. كده خلصنا من موضوع النادي الاهلي واتحاد الكوره. نروح بقى على زيزو والكوميديا بتاعت الزمالك. بس فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك، واللي ما اشتركش اشترك في القناه. زيزو بيقول لك الزمالك هيعمل له حفله. حفله ايه يا جماعه؟ قال لك عشان خد احسن وينج يمين في مصر. رابطه الانديه اديته جايزه احسن وينج يمين، فالزمالك هيكافئه ويعمل له حفله. فدي كوميديا خام وكوميديا ضحك. ها الجماعه بتوع الزمالك دول اول ما يلاقوا الدنيا غماء كده وبتاع يروحوا طالعين بنكته يفرحوا بيها الناس ويضحكوا بيها الاهلاويه والزملكاويه. حفله ايه اللي هتعملها لزيزو؟ هو خد زيزو هتعمل له حفله. خد احسن وينج يمين والرابطه اللي مديها له، وما خدش احسن وينج يمين ولا حاجه. حط جنبيه اي حد من الاهلي ها وشوف زيزو هياخد كام. يا عم ما تحطش لعيبه، حط عم حارس. انت لو حطيت عم حارس جنب زيزو ده مش تقليل من زيزو على فكره، زيزو لعيب ممتاز جدا، بس انتوا اللي بتتخنوا المواضيع وبتكبروه. حط عم حارس جنب زيزو واعمل استفتاء. هو الموضوع موضوع جمهور، انتوا بتخافوا من جمهور الاهلي. انتوا خفتوا تحطوا حد من الاهلي هيكتسح بجمهوره. فانا عشان كده بكلمك برضو بجمهور الاهلي، بقول لك حط عم حارس هو اللي هيكسب. فانتوا ما تقعدوش بقى تضحكوا على الناس وتضحكوا هنعمل حفله لزيزو وبتاع والكلام ده. كلام يعني مش حلو يعني، مع انها نكته بس مش حلوه. خلصنا من زيزو ونروح بقى للحاجه الكبيره. طلع علينا كده سيده فاضله من عضو مجلس الشعب بتطرح موضوع كابتن محمود الخطيب والكابتن والاستاذ مرتضى منصور قدام البرلمان، وبتقول لهم احنا عايزين نخلي وزير الشباب والرياضه يتدخل والبرلمان يتدخل ونعمل صلح للكابتن محمود الخطيب والاستاذ مرتضى منصور. انا بس عايز اسالها سؤال واحد. هو لو انت اللي اتشتمتي الشتيمه اللي اتشتمها الكابتن محمود الخطيب كنت هتتصالحي؟ لا ما كنتش هتتصالحي. لو انت اتشتمتي باهلك واتخطف عرضك زي ما حصل مع الكابتن محمود الخطيب ما كنتش هتتصالحي. لو حصل فيك زي الاستاذه لمياء واتشتمت وبعت لها ناس تتصل بيها وتشتمها وتعمل وحصل معاكي كده ما كنتش هتتصالحي. وبعدين هو مرتضى منصور هيتصالح مع مين ولا مين؟ ده مرتضى منصور عايز يتصالح مع الشعب المصري كله، لان مرتضى منصور ماسك البتاعه في ايده وقال لك يا دوله ما فيكيش راجل. الفيديو ده هتلاقيه، دوروا عليه وهتلاقوه. شتم الناس كلها. ده عايز يصالح مصر كلها، اللي جوه مصر واللي بره. ده ما سابش بره مصر، وشتم الناس اللي في قطر واللي في السعوديه واللي هيصالح مين ولا مين؟ ولا هي دي لعبه؟ دلوقتي قناه نادي الزمالك ما بتجيبش سيره الاهلي ولا بتجيب سيره مرتضى منصور. فانا شك الموضوع ده لعبه، مش بالع انا الموضوع ده بصراحه ان هم اللي يجيبوا سيره مرتضى منصور ولا سيره الاهلي ولا اي حاجه. فدي كلها لعبه. اللعبه ايه بقى يا جماعه؟ مرتضى منصور خلاص. طب لما هو مشي من المشهد ومشي من الرياضه عايزينه يتصالح مع الكابتن محمود الخطيب ليه؟ سؤال بس بساله لكم كده وردوا عليا في التعليقات. عايزين يصالحوا ليه؟ لان هم عندهم النيه انه يرجع تاني. هم بينيموا الدنيا، لا تجيبوا سيره مرتضى منصور ولا تجيبوا سيره الاهلي ولا الكلام ده. واول ما نتصالح وخلاص الناس تتنازل ومفيش قواضي تلاقي مرتضى منصور نازل الانتخابات وبقى رئيس نادي الزمالك بالعضويات اللي هي مش معروفه اصلا، اللي اللجنه نزلت عرفت 3000 عضويه مش عارفينهم بتوع مين. هم دول اللي بينتخبوا، هم دول الجمعيه العموميه اللي بينتخبوا بمرتضى منصور اللي بينجح بيهم. عرفتوا القصه دايره ازاي؟ عايزين يرجعوا مرتضى منصور من تحت قبه البرلمان.
طب بدل ما انتوا في البرلمان عايزين تحلوا مشكله مرتضى منصور، حلوا مشكله الشعب اللي مش لاقي حاجه ده. حلوا مشكله الاسعار. حلوا مشاكل الشعب اللي انتخبوكوا وقعدوكوا على الكراسي. رايحين تحلوا لي مشكله مرتضى منصور والكابتن الخطيب. وبعدين احنا الرئيس بتاعنا قال لك اللي يكسر كوبايه ازاز يدفع ثمنها. فاحنا عايزين نشوف الموضوع ده بقى، هل هو صح ولا كلام؟ مرتضى منصور خرب نادي الزمالك وخرب الدنيا، وخد من الزمالك فلوسه كلها. كل الفلوس اللي عند مرتضى منصور وعياله من الزمالك. عايزين نشوف الفلوس دي هيرجعها وهيصلح النادي زي ما كان، زي ما سيادة الرئيس قال ولا لا؟ سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال لك اللي يكسر كوبايه ازاز يدفع ثمنها. فاحنا عايزين بقى الناس اللي خربت الزمالك دي تصلح. احنا اللجنه الثلاثيه اللي نازله مشكوره، الناس راحت للضرايب وجدولوا معاهم، وان شاء الله بكره ولا بعده هتلاقي الحجز اترفع من نادي الزمالك، ودي حاجه جميله جدا. والناس دي داخله تشتغل فعلا، يعني الناس دي داخله تشتغل. هيجدولوا مع الضرايب وهيجدولوا مع ده وهيجدولوا مع ده وهيقوموا نادي الزمالك. واول ما القيد يترفع الزمالك فيه يجي 200 مليون جنيه ولا حاجه، ممكن تلاقيهم في البنوك على فكره محجوزه عليهم. وكده كده الاستاذ ممدوح عباس قال لك انا رافع ايدي من شهر 5 عن الحجوزات بتاع نادي الزمالك. يعني مفيش حجوزات من الاستاذ ممدوح عباس. وطالما مرتضى مشي، لو الاستاذ ممدوح عباس طلب منه فلوس هيدفع. واخرها انا عارف ان زيزو راح قعد معاه وخد فلوس.